يا صالح اقوم اصلي العصر انا. يا صالح مالها الحاج مصطفى هو اللي هيجيب لنا حقنا وهيصلحنا بينا وبين عمياننا. لا احنا نروح له ان شاء الله، هو اللي هيجيب لنا حقنا. ده الراجل ده اموره 100 100، هو اللي هيجيب لنا حقنا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه رايح فين؟ أنا كنت طالع أصلي العصر بس. اتفضل يا زعفران أنت وفالح يا ولد. اتفضل. عامل ايه يا اخت عم الحاج؟ الحمد لله والله يا ولد. أنت أخبارك إيه؟ تمام والله الحمد لله. إيه مالك يعني شايفكم زعلانين؟ في حاجة ولا إيه؟ مفيش ابدا. ليه بس؟ إيه اللي حصل بس؟ قولوا لي. مفيش والله، امامنا تعبينا والله. خير يا ولد احكي لي. منعنا عنا اللي احنا ما نروحش شغل وكي وواكلين حقنا، واحنا لنا ورث في الورث اللي هم بتاعهم ده، ليه كده؟ واحنا لنا حقنا وهم مش راضيين يدونا. كنا شغالين في ورشه بتاع كوتش زعطونا عليه. لا خير يا ولد إن شاء الله حقكم هيجي. ما تقلقوش، أنا مش همشيكم من هنا غير لما أجيب لكم حقكم. يا ولد هاش. ايوه يا حاج. تعالى نادمنا على عمك محمد وعمك أحمد من البيت. يلا بسرعة. تعرفش يا ابني الحاج مصطفى بعت لنا ليه انت؟ مش عارف والله يا حاج محمد. انت مش عارف، كل ما اسالك تقول لي مش عارف حاجه خالص، مش عارف انت ايه. اوف. طلع لي تعالى يا تيجي حاج. انا جاي وراك يا عم. حاج مصطفى. يا رب يا ساتر. مصطفى اتفضل يا حاج تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج مصطفى؟ الله يكرمك. اتفضل يا حاج. الله يكرمك. ايه الاشكال اللي انت جايبها دي؟ اتفضل بس اتفضل وبعدين اتفضل ايه؟ اتفضل يا حاج محمد. اتفضل. هقعد لك انا على الحسيره وانت هتقعد على الدكه. هقعد لك انا على الحسيره وانت هتقعد على الدكه. ده ادب ده. تعال عمك يا هو معبر يا عمه؟ تعال عمك يا فارس. في مظلمين في كل حاجه. ايوه ظلمك في كل حاجه. الوقت يا حاج محمد صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. الوقت اولاد اخوك جايين يشتكوا لي ويقولوا لي عملنا كلونا في الورث ومش راضيين يدونا حقنا وكده. تمام. فاحنا هم يجوا يشتكوا لي وانا قلت لهم ما تقلقوش انا مش هطلعكم من هنا غير وحقكم معاكم. طب يا ابني احنا كلناكوا فيه يا ابني. ده انتوا جبتوا لنا العار يا ابني. مره عند بتاع الكاوتش ومره عند بتاع القهوه ودايرين لي كده اهوت، انا مش عارف المه. ما انت مش مديهم حقهم يا حاج محمد. يا ابن عمي انا مش مديهم الحق كيف؟ لو خدوا حقهم هيبهدلوه. ما انا لسه اصبر يا اخي، اصبر عشان اعرف اتكلم. اصل العيال كده اهوت مبهدلانه وفطحانه في البلاد. العيال فطحانه. العيال دي لو خدت حق عيال فاشله مش هتهتم احنا مهتمين بارضهم وزارعين ارضهم معنا وسطينا وما ياكلوا معنا ويشربوا. يا ابني احنا مقصرين معاكم فيه يا ابني. مبهدلين يا عم. ده انت يا ابني مبهدل نفسك، مره عند بتاع الكاوتش ومره هنا ومن هنا. يا ابني ده انتوا من اعيان البلد، ده ابوك من اعيان البلد وعمامك من اعيان البلد. تشتغلوا في القهوه دور وتشتغلوا هنا دور. اشتغلوا في ارضكم يا اخي. طب ادينا ارض. هديك ارضك، تعال ازرعها. ما انا هديك ارضك، تعال ازرعها. انا لو بديتك ارضك هديها. يعني يا ابني انت لو خدت ارضك هتفلح اهو. ايوه هنفع. يا ابني انت لا فالح ولا هتفلح. انت ما شاء الله ما اسمك فالح ولا انت فالح ولا انت مجندل. يا حاج محمد. ايوه يا صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. انت اديهم حقهم وهم يفلحوا ما يفلحوش يبقى انت اسمك اديهم حقهم. ما ينفعش. لا بس يا ابني، بس يا عم خد يا عم، انت ده اللي هيريحك ويريحهم. ده اكيد. بس خلاص يا عم احنا نديهم حقهم وهم مقطعين في جراس. مش هينفع يا عم احنا كده والله ريحنا. العيال هتبهدل ارضك. يبقى احنا كده خبرقنا من ذنبهم قدام الناس. ما عملت يا حاج محمد. يبقى احنا كده اهو تبرقنا يا ابن عمي. يا اخويا انا عشان ارتاح يا ابن عمي، دول مش هيفلحوا بس احنا هنديهم والله يسهل لكم يا ابني. بس احنا كده اهو عايزينكم تبقى فوق السما. مش دعوه بينا. يا ولد الله يسهل لك. خلاص يا فارح يا فارح. يا ابني من النهارده انت في حالك وانا في حالي. حقك فوق. خلاص حقك هيجيب. خلص الكلام.